مريض الروماتويد دايما محتار، مش عارف الشكوى اللي عنده دي ايه، مش عارف التشخيص، مش عارف العلاج. فاحنا في مركز BRC جمعنا كل ده في مكان واحد. أهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك. عايزين نعرف من حضرتك إيه حكاية BRC؟ ماله BRC؟ يعني فكرة مختلفة جديدة، حابين نعرف هي الفكرة دي بدأت ليه وإزاي؟ مريض الروماتويد دايما محتار، مش عارف الشكوى اللي عنده دي ايه، مش عارف التشخيص، مش عارف العلاج. فاحنا في مركز BRC جمعنا كل ده في مكان واحد. جميل جدًا. طب دكتورة نحكي بقى الحكاية بتاعة الروماتويد، هو أمراض الروماتويد أصلًا بتنقسم إلى إيه؟ هو بالبلدي كده بيقول انا عندي روماتيزم. هي اسمها جميل، الامراض الروماتيزميه. جميل. الامراض الروماتيزميه بتنقسم حاجتين: امراض مناعيه وامراض غير مناعيه. محتار بقى مريض الروماتويد، يعرف إن الشكوى اللي عنده دي روماتويد إزاي؟ إيه أشهر الأعراض اللي بنقول إن احتمال كبير يكون تشخيصها روماتويد؟ أهم حاجة الأعراض، فعلًا أهم من التحاليل الأعراض. إيه بقى دكتورة مريض الروماتويد إيه الأعراض اللي لو ظهرت عنده هيبدأ يقول أنا فعلًا مريض روماتويد؟ أهم حاجة الألم في المفاصل ويبقى معاه تورم. يعني تورم وسخونة وعدم صعوبة في الحركة اللي هي التيبس الصباحي. يعني يقعد وقت طويل ييجي يقوم يلاقي نفسه مش قادر يحرك مفاصله. دي أهم أعراض، يمكن الأعراض كمان أهم من التحاليل. جميل. طب دكتورة الأعراض دي بتعبّر عن شكوى مرضية إيه؟ يعني لو إحنا المريض عنده ألم في المفاصل وعنده السخونة وعنده التيبس، ده معناه إنه بيشتكي من إيه؟ عنده أمراض روماتيزمية، يعني لازم طبعًا، هو أنا مش باقول إن المريض يشخّص نَفْسه، يعني لازم الدكتور الأمراض الروماتيزمية يبُص عليه، بس دي الحاجة الشائعة، إحنا بنتكلّم في أمور شائعة، هو الألم والتيبُّس والسخونة والتورُّم في المفاصل. يعني كل دي يعني تخلّينا نشُك إن في أمراض روماتيزمية. ده في أي مفصل من مفاصل الجسم يا دكتورة، من أول يعني الساعد لحد القدم؟ كل مرض ليه طبيعة، جميل، يعني أكتر الروماتويد مثلًا بتيجي في المفاصل الصغيرة، جميل، تيجي في المفاصل كلّها ما عدا المفاصل الأولانية دي في الصوابع. جميل، الروماتويد مشهور كده. في أمراض تانية تيجي في المفاصل الصغيرة اللي في الأول خالص، في حاجات بتيجي في أسفل العمود الفقري، في جميل، أمراض بتيجي في الرُكب أكتر والكاحل. جميل، يعني كل واحد ليه طبيعة. جميل جدًا.